صباح الخير البنات، وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في روتين جديد وفي موضوع جديد. قبل ما نبدا موضوعنا تاع اليوم حبيت نرحب بكامل مشتركات جدد، نقول لكم مرحبا بكم. قناتكم وان شاء الله يا ربي تعجبكم وديما نكون عند حسن ظنكم. وحبيت نشكر اي وحده خلات لي جيم ولا كومنتير، وشكرا بزاف خلاص على تشجيعاتكم، والله حمستوني اني نكمل في اليوتيوب. مالغري والله يا البنات صدقوني القصه هذه تاع الروتينات واني نشارك نصائح واني نشارك جزء من حياتي للناس، بديتها بقصره ولعبه في لي جروب تاع فيسبوك. مي دركا والله كيفاش نفهمكم، نحس واحد جوغ عندي متتابعين وعندي واحد المسؤوليه تجاههم، لازم اشاك فوا نحط لهم روتيناتي واشاك فوا نحط لهم حوايج يستفادوا منها. سبحان الله العظيم. ان شاء الله يا ربي تكون حاجه خير ليا وليكم، وهذه هي. وكما شفتوا في عنوان الفيديو راح نحكيو اليوم شويه على الصيف، كيفاه نستغله باش نطور من نفسي، باش نطور من حياتي ونخرج به وانا راضيه على روحي اني ما فوتوش جوست كيك سهرات وتمسخير وخرجات وكل شيء. وشوفوا البنات سبحان الله، ديجا رانا في نص عام 2025، يعني فاتوا 6 شهور من هذا العام. بزاف منا بالك حطوا اهداف في اول العام وحطوا الخطة باش يحققوهم، وقالوا عطاو الوعد لنفسهم انه العام هذا ما يكونش كما العوام اللي فاتوا. مي حماس البدايات هذاك مع شهر جونفي فيفري راح ديجا. مي سبحان الله الحماس هذاك ديما يرجع لنا في اواخر مايو وبداية جوان، وكأنه ربي سبحان الله يجدد لنا طاقتنا اكسبري باه نداركو واش فاتنا في لي 6 موا الاولين، واش ما قدرناش نحققو في لي 6 موا الاولين نحققو في لي 6 موا الثانيين. وشوفوا البنات صدقوني الصيف عمره ما كان لا سيزون تاع الراحه، حتى الحيوانات اكرمكم الله والحشرات ويخرجوا في الصيف باش يجيبوا القوت نتاعهم. النمله وتبدا تخدم القوت نتاعها تاع الشتاء في الصيف. يعني يا البنات الصيف ما نفوتوهش رقاد سهرات ومسلسلات وجو سي با كوا، نو. الصيف هو الفرصه باش اني نجدد من روحي، اني نطور من روحي ونطور من المهارات اللي عندي. فهمتوني البنات؟ دونك اللي في راسها حاجه حابه تتعلمها الصيف هو الفرصه، واللي في راسها تبدا بروجي الصيف هو الفرصه. لانه شوفوا البنات في الكوميرس باغ اكزومبل، اكثر سيزون الناس تشري فيه والناس تستهلك فيه هو الصيف. سما ماذا بينا احنا الصيف هذا نسيب كيفاش نستغلوه في لو بون كوتي في حياتنا. واي حاجه كنت حابه نديرها في العام وما لقيت لهاش الوقت، سي لو مومون باش نديرها، لانه نهار طويل عريض ندير فيه حوايج بزاف وما يفضش. فهمتوني البنات؟ دونك ما نخليوش الصيف ان شاء الله هذايا يروح من بين يدينا ومن بعد نقولوا ما قدرنا نديروا والو وانا حياتي ضايعه ونبقى نمد الاعذار لروحي. فهمتوني؟ ودركا البنات نعطيكم خطه بسيطه كنت تبعوها الصيف هذا. صدقوني البنات ابري لي 3 موا هذو تاع الصيف راح تشوفوا ان شونجمون راديكال في رواحكم. البنات اونتر بارونتيز راني حرقت هاد لي بانكيك بصح معليش، نورمال ديروا روحكم ما شفتوهمش، مي والله جاوبنا ناكلوهم كامله ما خلاو لي حتى حبه. وهذه هي، ونرجع لموضوعنا. كما قلت لكم البنات اذا تبعتوا الخطوات الصغيره هذه راح نمدها لكم باذن الله مع يكمل هذا الصيف راح تحسوا روحكم راضيين على روحكم وفوتوا 3 موا استفدتوا منهم في حياتكم. هذه هي البنات. اول حاجه نحيو عليكم السهرات، سيو كيفاش الصيف ترقدوا بكري شويه ومينيموم 11 ما تفوتوش 12 باش تقدروا الغدوه من ذاك تنوضوا بكري، على خاطر نهار طويل او موا كي تنوضي كل ما نوضتي بكري كل ما حتستفادي من نهارك اكثر. فهمتوني؟ وحاجه اخرى حبيبتي، كي نقولك تنوضي بكري مش باغ اكزومبل تنوضي 7 ولا 6 وتبقاي في بلاصتك ساعه ولا ساعتين وتقولي راني نوضت بكري، هكا راكي ما نوضتيش بكري. كون كملتي رقدتي تربحي براحتك خير. يعني البنات كي تنوضي نوضي ديريكتومون
اكتبي مهامك اللي راح تديريهم هذاك النهار. البنات راني نهضر ونعاود في كل فيديو على كتابة المهام، صدقوني البنات راهي حاجة بالك تبان لكم تافهة، مي راح تفرق بزاف خلاص في نهاركم، على خاطر تكونوا مضبوطين بوقت، توليو لازم عليكم تكملوا المهام اللي كتبتوها كامل باش تحسوا بهذاك الانجاز في اخر النهار. دونك كي بعد ما تكتبوا هذوك المهام ابداو بالمهمه اللي تشوفوها ثقيله على قلبكم، عاده حبيتوا تكتسبوها مي جاتكم ثقيله، هذيك هي اللي تبداو بها نهاركم. وحده مثلا حابه دير سبور تبدا بالسبور، وحده حابه تعود تقرا كتب تبدا تقرا ولو صفحه في بدايه نهارها، وهذه هي. فهمتوني البنات؟ ابخي ما تكملي روحي ديري الحوايج تاعك الروتينيه اللي ما يحتاجوش منك تفكير خلاص، الروتين العادي، ميناج تاعك، الغدا نتاعك، تبدلي لولادك، ليسونسيال، ديري الحوايج اللي انتي اسمها مخك ما يحتاجش منك تفكير كبير. فهمتوني؟ او ميم طون كي تكوني تخدمي في الحوايج هذوما حطي دي بودكاست في اليوتيوب ولا دي فيديو ليسونسيال، حاجه تسميها تستفادي منها، مش تهزي تليفون وتعيطي لفلانه باش تحكي لها فلانه والخا دارت لي والخا دارت لي. بعدي لو ماكسيموم على القصايص هذوما، سي كل دقيقه من وقتك تكون مفيده وترجع لك انتي بالخير. بعد ما تكوني كملتي روتينك هذاك وغديتيهم وفرزتي امورك كامله، روحي هزي لي هذيك الورقه اللي كتبتي فيها المهام تاعك وكوشي المهام اللي قدرتي انك ديريهم كامل. دوك تحسي بواحد الفرحه هكا، واحد الانجاز، سورتو الايام الاولى اللي تبداي هذه العاده تاع كتابه المهام، راح تحسي بحاجه مليحه اللي تزيد تحفزك باش تكملي وش بقالك من مهام وباش تكملي في العاده هذه. بعدها روحي ديري الحاجه اللي تحبيها، كافئي روحك بها، مثلا تروحي تتفرجي المسلسل اللي راكي تتبعي فيه، ولا تروحي ترتاحي ترقدي شويه. ليسونسيال كافئي روحك بحاجه مليحه تحبي ديريها ولو تكون عاده سيئه، لانه لو كنت بعدي اون فوا بور توت الحوايج اللي كنتي ديريهم ديجا وتحبيهم راح ديموتيفي في ساعه وما راكش راح تتمي فيها. ثم ديما كافئي روحك بالحوايج اللي تحبيهم. وبعد ما تكوني ريحتي بالحاجه هذيك اللي تحبيها، نروحوا للقائمه تاع المهام اللي بقات لنا مازلنا ما كوشيناهمش ونكملوهم. مثلا تروحي توجدي العشاء نتاعك ولا ميسي كيفاش المهام اللي بقاو لكم ما يحتاجوش منك جهد تفكيري انك تربطيهم بفيديو في اليوتيوب ولا في سبوتيفاي ولا بودكاست ليسونسيال بحاجه تفيدك. بقاي اسمع خلي عقلك الباطني هذاك ديما اون كونتاكت مع حوايج ايجابيه في حياتك، ديما تسمعي. فهمتيني؟ لانه مع الوقت وانك تستمر في الحاجه هذه وتبقاي تسمعي في الافكار الايجابيه هذه راح تتبني هذه الافكار وتعودي انتي ثاني تخمي بلا فاصون هذه. البنات على بالكم ما تبلحتش بلي لا فيديو راح تكمل. اذا عجبكم هذا لو سوجي حبيتوني نهضر فيه بتفاصيل اكثر خليوا لي في لي كومونتير، وهذه تهلاو في رواحكم البنات ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي كومونتير. بسلامه.